شيرين عبد الوهاب بتطلع علينا كل يوم بترند جديد ومشاكل جديدة. تعبنا وتعبت نفسها. احنا سمعنا تسجيلك اللي قلت فيه انك بخير وانك عايش عشان جمهورك وانك هتفضلي تغني لحد اخر نفس، والكلام ده جميل، بس الحقيقة مشاكلك بقت كتيرة قوي، وكل يوم في تسجيل تصريح جدل، وده كله بيعمل دوشة، مش ليكي ولا علينا، على صورتك قدام نفسك وقدام الناس، وعلى تاريخك اللي هتتحاسب عليه، والتاريخ ما بيرحمش. قصة الاعتزال وعدم الاعتزال والإشاعات ما بقتش تهم الناس زي زمان. الناس بقت تشوف الجدل قبل الفن، والأزمة قبل الصوت، والسوشيال ميديا مش سايبين حاجة، كل حاجة بتنتشر في ثانية، خصوصا لما تكون حاجة شخصية أو حاجة حساسة. وأنا بقولك الكلام ده من غير مجرح، من باب النصيحة. كفاية، والله كفاية، لمصلحتك قبل مصلحة أي حد، لأن الجمهور ممكن يحبك بس برضه ممكن يبيع في لحظة، وكمان ساعات بيكون قاسي زي السيف. وافتكري إن في نماذج كتيرة قوي في عالم الفن والفنانين بتبين قد إيه إن الناس ما بترحمش ولا بيهمها. وبعدين فكرة إنك مكملة علشان الجمهور، لأ، دي شماعة هتتعبك أكتر ما هتسندك. خلي قرارك ليكي مش لحد، ولو اعتزلتي ممكن يبقى خير ليكي وراحة وستر، ولو كملتي كملي علشان نفسك مش عشان ملايين من الناس مش هينفعوكي يوم الحساب. وفي كل الحالات لو متي ربنا يديك الصحة والعمر، مش هينفعك غير عملك وسيرتك الطيبة والذكر الحسن، مش ترند ولا لايف ولا تسجيل هم اللي هينفعوكي، ولا أغنية من أغانيكي. احنا مش ضدك، احنا معاكي، بس ضد الدوشة اللي حواليكي. وربنا يهدي الطريق لكل حد تعب من كتر الجدل. باختصار، أي حد فينا فنان أو عادي لازم يعرف الجدل مش دايم، والحب مش دايم، والناس دايما بتتغير. الحقيقة اللي لازم نتعلمها، واللي كل واحد بيسمع الحلقة ديت لازم يكون واعي ليها، مش كل كلمة أو خطوة هتتشاف بطريقة صح، ومش كل الناس هتحميك ولا هتفهمك. اللي يفضل دايم، اللي يفضل حقيقي، هو عملك، سيرتك الطيبة، واللي عملته بصدق، مش لايف ولا تسجيل ولا ترند ولا تصريح. احنا مش ضد اي حد، احنا ضد الدوشة اللي بتاخدك عن طريقك. ركز على نفسك، ركز على قيمتك، والباقي كله زوبعة وهتعدي. وفي الاخر الوعي والصبر والعمل الصح دول اللي بيخلوا التاريخ يحفظك، مش الناس اللي في السوشيال ميديا. مش عايز اطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.